قبل ما أقولك حاجة، تعرف إيه أسرع حاجة ممكن تسرق راحتك؟ إنك تقارن نفسك بغيرك. كان في راجل كل يوم يفتح الموبايل ويبص لحياة الناس، ده اشترى بيت، وده ركب عربية، وده سافر، وده نجح. ومع كل صورة يشوفها كان يحس إن حياته ناقصة، ومع الوقت نسي يبص للنعم اللي عنده، نسي بيته وأهله، ونسي حاجات كتير كان بيتمنى يملكها في يوم من الأيام. وفي يوم وهو ماشي في الطريق شاف راجل بسيط قاعد مبسوط رغم إن اللي عنده أقل بكتير، فاستغرب وقال لنفسه إزاي الراجل ده مرتاح؟ وساعتها فهم حاجة مهمة، إن السعادة مش في إن يبقى عندك أكتر من الناس، السعادة إنك تعرف قيمة اللي عندك. ومن اليوم ده بطل يقارن نفسه بحد، وبدأ يشكر ربنا على نعمه، فحس براحة كان بيدور عليها من سنين. وافتكر دايما كل واحد ليه طريقه وليه رزقه وليه وقته، فما تبصش للي في إيد غيرك، وبص لنعمة ربنا عليك، لأن المقارنة بتسرق الفرح، أما الشكر فبيكبر النعمة. كان معاكم أكسجين، والسلام عليكم.